السلام عليكم متابعي قناة ماي كيتشن كوزينتي. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. وكيف ما كتشوفوا الوصفه ديال اليوم هي عباره على السفنج المغربي اللي كيجي اكثر من رائع. هذه الطريقه خديتها من واحد الصديقه ديالي ومن تما ولات هي الطريقه المعتمده عندي اللي كندير ديما. المقادير متوفره في كل دار والنتيجه ان شاء الله غادي تكون مضمونه 100%. وكيف ما قلت لكم من قبل هاد المقادير كتكون متوفره في كل دار، واللي غادي نحتاجو فيها 300 غرام ديال الطحين فورس، النص ديالو ديال الطحين فينو اولا طحين سبيسيال. يعني الا خدينا 300 غرام ديال الفورس غادي نستعملو 150 غرام ديال الطحين فينو اولا طحين سبيسيال. الملحه عندنا على حسب الذوق، 2 معالق صغار ديال الخميره ديال الخبز، والماء. انا هنايا عبرت تقريبا 400 ملي ديال الماء وغادي نشوف شحال غادي نستعمل منها وشحال غادي يبقى ليا. غادي ناخذ واحد السلافه فاش غادي نخلطوا العجينه. كنديروا العبار ديالنا ديال الفورس كيف ما قلت لكم من قبل. العبار ديال الفورس نص ديالو ديال الفينو، يعني استعملتوا نص كيلو ديال الطحين فورس غادي تستعملوا ربعه ديال الفينو، 2 كيسان ديال الفورس، كاس ديال الفينو، كتبقاو غاديين بحال هكا في الحساب. المهم كندير طحين الفورس كنزيد عليه الفينو، كندير الخميره، كنزيد الملحه، كنبداو نزيدو الماء تدريجيا وحنا كنخلطوا الخليط ديالنا. العجينه خاصها تكون مرخوفه كتلصق في اليد، ما تكونش قاصحه باش كيجينا السفنج رطب وما معجنش. يعني كنبقاو نزيدو الماء بشويه بشويه وحنا كنخلطوا العجينه حتى كترخى ديك العجينه وكتولي كتلصق لينا في اليد. غادي تشوفوا القوام ديالها كيفاش غادي يكون. تما كنحبسوا هاد المرحله هذه وكندوزو لمرحله واحده اخرى. وكيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديال العجينه اللي حصلت عليه. العجينه كتكون خفيفه بحال هذا الشكل هذا كتلصق في اليد، يعني ما نديروهاش ثقيله بزاف وما تكونش عاوتاني خفيفه بزاف. هذا هو القياس بحال هكا كيف ما كتشوفوا. الماء في الاول كيف ما قلت لكم كانت عندي 400 ملي ديال الماء، تقريبا بقى لي منها 100، يعني استعملت 100 300 ملي ديال الماء بالضبط. كنحيدو العجينه من الزلافه اللي عجناها فيها، وهنا كتجي هذه المرحله المهمه في التحضير ديال السفنج. كنديروا العجينه على البوطاجي ولا على شي طبله، المهم شي حاجه ما كتحركش باش ما كتعذبناش. كيف ما كتشوفوا المهم كنعاود ناكد على العجينه انها كتكون في هذا القوام بحال هكا. وغادي نبداو كنخدموا في العجينه وحنا كنضربوها بهذه الطريقه بحال هكا كيف ما كتشوفوا. يعني كنشدوا العجينه كان بحال كنهزوها وكنعاودو نحطوها، كنهزوها وكنعاودو نحطوها، كنبقاو كنديروا هذه العمليه حتى كتولي العجينه ملس وما كتقطعش لينا في اليد. يعني كيف ما كنجبدوها كتمشي معنا. غادي نستمر انا في هذه العمليه بحال هكا وغادي نعاود نرجع معكم باش غادي نشوفوا النتيجه ديال العجينه كيفاش غادي تولي. وهذا هو القوام ديال العجينه هكذا كيف ما كتشوفوا. غادي نحاول نزومي لكم على العجينه باش تشوفوها عن قرب. كتجي العجينه بحال هكا ملسه ورطبه صافي. هنا
كيف ما كتشوفوا هكا، كيف ما قلت لكم من قبل، ما كتقطعش العجينه، يعني خاصكم تخدموها حتى انكم توليو كتجروا فيها وما كتقطعش. من بعد صافي غادي نجيب واحد الزلافه كندهنوها بالزيت، وغادي نحطوا العجينه فيها، وغادي نخليوها حتى كيتضاعف الحجم ديالها، يعني حتى كتخمر مزيان. كنغطيوها واحد بابي سولوفان وكنخليوها على جنب حتى كتخمر على خاطرها، وغادي نعاود نرجع معكم باش غادي نشوفوا الطريقه ديال التشكال ديالها. وهكذا كيكون الشكل ديال العجين من بعد ما خليناه كيخمر على جنب، كيتضاعف الحجم ديالو. غادي نحيدو السلوفان وغادي ندوزو باش غادي نشكلو العجينه على شكل كويرات. من قبل كناخدو واحد الطاوه وكندهنوها بالزيت، كنبدا نشكل العجين على شكل كويرات اللي كيكونوا متوسطين في الحجم بحال هكا، على هذا القياس اللي كتشوفوا. صافي وغادي نبقى مستمره حتى كنكمل العجينه كامله اللي عندي، وغادي نعاودو نرجعو باش غادي نبداو القلي. هاد القياس ديال العجينه خرجت لي 10 ديال الحبات. الا بغيتو كميه اكثر فما عليكم الا تضاعفوا المقادير. صافي هنا في هاد المرحله غادي ندوزو باش غادي نقليو السفنج ديالنا. غادي نحتاجو مقله صغيره اللي كنديروا فيها شويه ديال الزيت، وغادي نحتاجو الكاسرونه اللي كنديروا لها نص ديالها عامر بالزيت. المقله الصغيره كنحتاجوها فاش كنطيبوا في الاول، وعاد كنعاودو نوليو نكملو في الكاسرونه. ودابا غادي ندوزو باش غادي نبداو في القلي ديال السفنج ديالنا. العافيه كتكون متوسطه باش كيطيبوا على خاطرهم، ماشي كيتحمروا من على برا وكيبقاو معجنين من الداخل. المهم كناخذ واحد الكويره بحال هكا وغادي نتقبها من الوسط وكنحطها في الاول على المقله الصغيره، هي الاولى فاش كتبدا القلي. غير كنحسوا بها جمعات راسها شي شويه وبدات كتنفخ، كنشدوها وكنديروها في الكاسرونه. وهانتوما غادي تشوفوا الطريقه كيفاش. وهنا كنحيدوها وكنعاودو نرجعوها الكاسرونه كتكمل الطياب ديالها، ولكن كنخليوها على الجهه اللي كانت كطيب فيها ملي كانت في المقله. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا هنا العجينه كتبدا كتنفخ. غادي نقرب لكم الكاميرا باش غادي تشوفوها عن قرب كيفاش كتكون. كنخليوها كطيب على خاطرها، ما كنجهدوش على العافيه، يعني العافيه ديما تكون متوسطه باش كطيب على خاطرها. منين كتحمر من التحت مزيان كنعاودو نوليو كنقلبوها وكنخليوها عاوتاني كتحمر على خاطرها. صافي وكنحيدوها وكنكملوا كاع السفنج اللي عندنا في القلي على هذه الطريقه بحال هكا. كنبقاو مستمرين، كنبداو في المقله كنطيبوها واحد شويه غير كتشد راسها، وكنعاودو نديوها الكاسرونه وكنكملوا ليها الطياب في الجهه اللي كنا كنطيبوا فيها ملي كانت في المقله. وكنقلبوها بحال هكا منين كتعاود كتحمر لينا من التحت، وكنخليوها كتحمر على خاطرها. وكنعاودو نوليو كنزيدو وحده اخرى في المقله وكنبقاو غاديين بحال هكا حتى كنكملوا كاع العجينه اللي عندنا. وغادي نعاود نرجع معكم باش نشوفوا النتيجه النهائيه ان شاء الله.
وكيف ما كتشوفوا كانت هذه النتيجه النهائيه ديال الشفنج. هانتوما كيجي فحال ديال الزنقه تماما متكمله. نتمنى النتيجه تكون عجبتكم ان شاء الله وتجربوها. كنتمنى انكم تجربوه وتتبعوا الطريقه من الاول حتى الاخر، وان شاء الله غادي يستقلكم 100%. وخصوصا الناس ديال خارج المغرب اللي كيتشهاو السفنج وما كيلقاوش منين كيشريوه، احسن حاجه هو اننا نصيبوه في الدار، ما كاينه حتى شي حاجه اللي مستحيله. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وقريب على القناه. شكرا على الدعم وعلى التشجيع ديالكم المتواصل والدائم. خليت لكم الراحه والسلام عليكم.